كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا الزبادي من الحاجات الأساسية عندنا كلنا في رمضان، وطبعا دايما لازم نعمله كل يوم في السحور، وساعات ما بيبقاش عندنا وقت نعمله. هنعمل النهاردة زبادي في 45 دقيقة بالظبط، بقوام متماسك جدا جدا وكريمي جدا جدا، من غير ما نستخدم مكنة زبادي ولا فرن ولا نحطه في مية سخنة ولا أي حاجة من الكلام ده. لا، وكمان موفر جدا جدا، يعني ب24 جنيه عملت 12 كوباية زبادي بحجم 95 ملي. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي بسنت الألفي. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نشوف الزبادي الجميل ده عملنا ازاي. هنحضر بقى معانا كيلو من اللبن اللي هو بتاع البقال، ويكون كامل الدسم، يعني بقشطته مش منزوع الدسم خالص، علشان يطلع الزبادي بتاعنا مظبوط. لو مش حابين تستخدموا اللبن السايب ممكن تستخدموا لبن الشركات عادي، وبرضه يكون كامل الدسم عشان يطلع معانا جميل ومظبوط. طبعا لو جايبين اللبن من عند البقال او سايب لازم نغلي اللبن كويس جدا علشان يكون صحي. هنبتدي بقى نحط اللبن على النار ونوطي عليه النار كويس جدا جدا، يعني يكون درجة الحرارة هادية جدا على اللبن. وتروحي بقى اشتغلي في اي حاجة وخلي اللبن بتاعك يغلي براحته. واول ما تحسي ان اللبن بتاعنا بدأ يخش في الغليان، نمسك بقى المعلقة زي ما احنا شايفين كده، ونفضل نقلب في اللبن بتاعنا علشان نفضل ندخل القشطة بتاعتنا جوه اللبن. هنفضل بقى نقلب في اللبن بتاعنا لمدة 3 دقايق كده، وياريت ما نكترش عن كده عشان اللبن بتاعنا ما يتبخرش. وبعد ال3 دقايق هنعلي بقى درجة الحرارة عليه، واول ما نبتدي نخش في الفوران هنطفي على اللبن بتاعنا على طول، ونسيب بقى اللبن بتاعنا لغاية ما يهدى خالص. هنبتدي بقى نستخدم اللبن بتاعنا وهو درجة حرارته دافية، ومهم جدا تكون درجة الحرارة بتاعة الزبادي مظبوطة. طبعا مش لازم نستخدم ترمومتر، لان اغلبنا طبعا ما بيستخدمش ترمومتر في البيت. لازم يكون لما تحطي صبعك فيه تستحملي حرارته، يعني لا هو بارد قوي ولا هو سخن بيلسع، يعني ما يلسعش صبعك، لا تبقى درجة حرارته دافية. هنبتدي بقى ناخد الوش بتاع اللبن اللي بيكونه، وحوالي كوباية او كوبايتين من اللبن بتاعنا، وننزل فيه في الخلاط او في الشفشق بتاع الهاند بلندر، وبعدين نضيف عليه كوبايه من الزبادي، سواء زبادي بلدي او سواء شركات، مفيش اي مشكله خالص. ونبتدي بقى نضرب في اللبن بتاعنا مع الزبادي مع القشطه لمده كده 5 دقايق، علشان كل الكلام ده يدوب، ما نحسش بطعم الكلام ده، يبقى يعني متكتل كده جوه الزبادي بتاعنا. بعد ما بنخلطهم كويس جدا جدا بنضيف بقى الخليط ده على باقي اللبن بتاعنا، وبتبتدي نضرب تاني بالهاند بلندر كويس جدا جدا. لو مش متوفر هاند بلندر ممكن تستخدمي مضرب يدوي عادي. اهم حاجة ان هو يبقى يعني يتخلط كويس جدا جدا عشان ما تحسيش باي كلكعة جوه الزبادي بتاعك. لو حابة ان انت تصفي اللبن مفيش مشكلة، طبعا يكون افضل. لو مش حابه وحاسه ان انتي ضرباه كويس استخدميه كده. هبتدي بقى اجهز الكوبايات بتاعتي. انا جايبه الكوبايات اللي هي بتاعت مكنه الزبادي دي. طبعا زي ما انا قلت لكم الكيلو لبن عمل لي 12 كوبايه من الزبادي. الكوبايه دي بتبقى حجم كوبايه القهوه كده. طبعا هنراعي ان احنا نصب الزبادي بتاعنا في الكوبايات وهو لسه دافي، ما يكونش برد، علشان تكون درجه حرارته مظبوطه. والمرحلة الجاية بقى هي المرحلة المهمة بالنسبة لنا، وهي المنجزة جدا جدا، وهي عملية بسطرة الزبادي بتاعنا. وطبعا احنا عارفين ان دي اهم مرحلة، هي اللي بتطلع الزبادي بتاعنا قوامه مظبوط ومتماسك. هحط بقى الزبادي بتاعي في الميكرويف، وهي دي عملية البسطرة. هحط لمدة 45 دقيقة. هشغل لمدة دقيقة في دقيقة، يعني هشغل دقيقة وبعدين يفصل، وبعدين دقيقة كمان وبعدين يفصل، واسيبه لمدة 10 دقايق، وبعدين اشغله تاني دقيقة في دقيقة، وبعدين اسيبه 10 دقايق كمان. هكرر العملية دي لمدة 5 مرات، يعني 5 مرات كل 10 دقايق نشغل دقيقة في دقيقة. اهم حاجه ما نشغلتش دقيقتين على بعض، علشان احنا عايزين الزبادي بتاعنا يعني يعرق، مش عايزينه ان هو يسخن جوه الميكرويف. وصدقيني بعد ال45 دقيقة هيطلع معاكي متماسك زي ما انت شايفاه كده بالظبط، من غير ما تدخليه التلاجة ولا اي حاجة، وقوامه مظبوط وكريمي، ووش اللبن موجود فيه، حاجة كده بصراحة اخر جمال، وحاجة موفرة جدا جدا جدا. وطبعا اللي مش متوفر عنده الميكرويف يستخدم بقى طريقة اللي هي تسخين المية والفرن عادي جدا، اللي هي طريقة الزبادي العادية جدا، بس دي طبعا طريقة منجزة للناس اللي بتحب الحاجة سريعة ودايما ما عندهاش وقت. بجد جربوه مش هتندموا خالص خالص. ولو جربتوه وعجبكم ياريت تشاركوني في تعليقاتكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير.
واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يدخل يشترك ويعمل متابعة على صفحتي على الفيسبوك وعلى التيك توك. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفة جديدة ان شاء الله. باي باي.